بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي، العالم كله بيبص لمصر على إنها واحدة من أفضل الواجهات الاستثمارية والسياحية في 2017. أنا هقول لك هم ليه قالوا كده. أول حاجة، الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل لأعلى رصيد من سنة 2011 وبلغ 24 مليار و265 مليون دولار. كمان زادت الودائع بالجنيه المصري لمستوى تاريخي وتعدت 2.2 تريليون جنيه. وبرضه زادت موارد البنك من الدولارات ووصلت ل7 مليار دولار. كمان تحويلات المصريين في الخارج وصلت ل1.7 مليار دولار. مؤشر البورصة المصرية وصل لمستوى تاريخي وبلغ راس مالها 614 مليار جنيه. ولسه الخير كتير جاي، وده اللي قالته مجلة الإيكونوميست، ودي اللي كانت دايما بتهاجم مصر، بس دلوقتي قالت إن مصر من أفضل 12 واجهة استثمارية، وكمان توقعت إن الجنيه هيرتفع قيمته 14% قدام الدولار. في كمان مجلة بولنبرج اللي قالت إن مصر هتكون من أهم 20 واجهة سياحية السنة دي، وكمان توقعت إن التضخم هينزل في مصر لأقل من 10% قبل 2019.